ازاي فريق من مدينه صغيره في النرويج قدر يحرق كبار اوروبا؟ فريق ميزانيته اقل بكتير جدا من عمالقه القرن، لكنه بقى كابوس ليهم. دي قصه نادي بودو جليم، من فريق مغمور كان هيختفي الى مفاجاه دوري ابطال اوروبا، وبقى الحصان الاسود في البطوله في الموسم الحالي. اتاسس بودو جليم سنه 1919 في مدينه بودو في شمال النرويج، مدينه صغيره وقريبه من الدائره القطبيه، عدد سكانها تقريبا 55,000 نسمه. والنادي كان بعيد تماما عن الاضواء في الكره الاوروبيه، وبعيد جدا عن العاصمه وانديه النرويج الكبيره. لعب سنين كتيرة في الدرجات الأقل في الدوري، وكان بيطلع للدوري الممتاز ويرجع يهبط تاني بسبب مشاكل مالية وضعف في الإمكانيات، وكان خلاص على حافة الإفلاس، لدرجة إن الجماهير جمعت الزجاجات لدعمه، وأندية محلية تبرعت بعائدات مباراتها لإنقاذه. لكن الهبوط للدرجة الثانية في سنة 2017 كان نقطة التحول في قصة الفريق النرويجي. النادي قرر يعتمد على تطوير اللاعبين واسلوب لعب هجومي ومدرب عنده فلسفه واضحه، والاهم كمان الاستثمار في الاكاديميه والثقه في المواهب المحليه، مع انضباط مالي كبير خلت النادي النهارده ميزانيته اكثر من 60 مليون يورو، وكمان قيمته التسويقيه 57 مليون. والمدرب هو كيتل كونوتسون، ويا رب اكون بنطقه صح، وهو اللي قاد ثوره الفريق النرويجي عشان في 2020 تحصل المعجزه. الفريق فاز بالدوري النرويجي لاول مره في تاريخه، وسجل عدد اهداف قياسي في الدوري، وبعدها كسب الدوري الثاني 3 مرات، وبقى اقوى فريق في النرويج. الفريق بدا يلفت الانتباه في اوروبا، خصوصا بعد فوزه الكبير على روما 6-1 في دوري المؤتمر الاوروبي، والعالم بدا يسال مين الفريق ده. اللي مخلي الفريق ناجح بالشكل ده اسلوب لعبه، اللي بيعتمد فيه بشكل كبير جدا على الضغط العالي وسرعه في الهجوم وتحركات جماعيه، واعتماد على لاعبين شباب اغلبهم لعيبه محليه. واهم نقطه وهي ملعب الفريق، الملعب ده لا يتسع لاكثر من 8000 متفرج، مع قاسيه وبرد قارس شديد البروده. كل ده بيخلي اي فريق بيجي يلعب الفريق ده بتبقى المباراه صعبه جدا عليه. وفي الموسم ده في دوري الابطال الناس بقت بتشوف ان بودو جليمت هو الحصان الاسود للبطوله، بعد ما عمل مفاجات كتيره جدا في البطوله، وقدر ان هو يفوز على مانشستر سيتي 3-1 واتلتيكو مدريد 2-1، وبعد كده في مفاجاه كبيره جدا قدر ان هو يخرج انتر ميلان ويكسبه ذهاب واياب، وكمان قدر يفوز على سبورتنج لشبونه في مباراه الذهاب في دور ال 16 بنتيجه كبيره جدا 3-0، وبنسبه كبيره ضمن صعوده لدور الثمانيه. قصه بودو جليمت بتقول ان كره القدم لسه فيها مفاجات، وان فريق صغير من مدينه بارده في النرويج ممكن جدا يهز عرش كبار اوروبا. ودي كانت قصه بودو جليمت. وسؤال الحلقه، تفتكر بودو جليمت هيوصل فعلا لاكتر من كده في البطوله، ولا الموضوع هيبقى صعب عليه ومش هيقدر يوصل لاكتر من كده في البطوله؟ استنى رايك في الحلقه عشان رايك يهمني، وما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. وشكرا جدا لكم.